مؤخرا في ظاهرة بتنتشر كتير قوي عند السيدات بالأخص في الأعمار ما بين 30 لحد 50. انتشرت قوي مؤخرا وشفتها كذا مرة في كذا حالة وكذا شخصية قابلتها. تمام، من طبعا وأنا بتابع الحالات لقيت الموضوع ده موضوع طبعا ديبريشن أو الاكتئاب نتيجة للدايت، أو الدايت مع الاكتئاب، أو إيه علاقته بالاكتئاب والحاجات دي كلها. ليه وأنا بعمل دايت بيجيلي اكتئاب؟ هو مش الدايت اللي بيعمل اكتئاب، هو بس في حاجة بس مختلطة على الناس. مش الدايت اللي بيوصلك للاكتئاب، لا، في حاجات جينية وفي مشاكل صحية بتؤدي إلى الاكتئاب. فخلينا نعرف الموضوع بطريقة علمية. يعني أنت لما بتعمل دايت مش سبب الدايت هو اللي بيخليك يجيلك اكتئاب، لا. أنت من الأول كسيدة، خصوصا طبعا أنا بتكلم على شريحة الفيميل عشان دول أكتر ناس عرضة للموضوع ده. أنت في الأول كسيدة عندك مشاكل في الجهاز الهضمي وعندك مشاكل في البكتيريا النافعة في المعدة، فنقصها في جسمك بيعملك اكتئاب. فأنت لما بتعملي دايت انت كنت بتدي مغذيات كتيره ليها، فقللت المغذيات، فده عمل لك مشكله معاها فجاب لك اكتئاب. تاني حاجه ارتفاع نسبه الاستروجين عندك. نسبه الاستروجين الهرمون بتاعك، هرمون الانوثه ده، زيادته في الجسم بيؤدي الى وجود الاكتئاب. فانت لما تيجي تعملي دايت غلط بيرفع الاستروجين عندك، فبالتالي بتخلي نسبه الاكتئاب تزيد. وده ناتج ممكن يكون احيانا بسبب الادويه اللي بتاخديها بتاعت التخسيس اللي بتعمل معاكي كده، فبترفع نسبه الاستروجين. طيب حاجه تانية او حاجه ثالثه، احنا كده قلنا حاجتين. الحاجه الثالثه هي نقص فيتامين د عندك. نقص فيتامين د بيؤدي الى الاكتئاب. فانت كسيده لما بتمارسي الدايت بتاعك تاخدي نظام غذائي بتبداي يحصل لك مشاكل كتيره منها نقص فيتامين د، عشان انت ما بتاخديش احتياجاتك الكامله من الاكل والشرب، وما بتاخديش جرعتك اليوميه من فيتامين د. فبالتالي نقص فيتامين د بيكون مشكلته بيودي للاكتئاب. ولازم تكوني انت بتتعرضي للشمس علشان فيتامين د عندك افرازه يزيد، وتعرضك للشمس ده بيدي نشاط وحيويه وافراز الفيتامين د اكتر، وبنعرف نشتغل على امتصاص الكالسيوم اللي في الجسم، فبالتالي بيمنع اعراض الاكتئاب. طيب احنا قلنا كده نقص الاستروجين، قلنا نقص فيتامين د، قلنا كمان مشاكل في الجهاز الهضمي والكبد. طبعا نقص البروتين في جسمي ده بيؤدي لمشاكل الاكتئاب الكتيره قوي. طبعا بالاضافه للحاجه الكتيره قوي الشائعه، عدم النوم الكافي، تناول الكافيين والمشروبات اللي فيها كافيين بنسبه كبيره جدا مع السيدات، مع الاستروجين، مع الفيتامين د، مع مشاكل الجهاز الهضمي، ودت كل الحاجات دي للاكتئاب. ومش الدايت والله صدقيني اللي هو اللي عملك الاكتئاب، لا، الدايت هو خلى المشاكل دي تبان، فبالتالي وصلتك للاكتئاب. فبتيجي تقولي انا يا دكتور كل ما باجي اعمل دايت بيجي لي اكتئاب فما بكملش الدايت. حل المشاكل دي هتحلي موضوع الاكتئاب. خلي الدايت بتاعك سعيد، لان هو الدايت اصلا بيجيب سعاده عن طريق تغيير شكل الجسم، عن طريق تغيير اللايف ستايل، عن طريق تحسين كل الهرمونات اللي في الجسم، وان انا باخد كفايتي من كل الفيتامينات، فبالتالي حياتي بتتحسن للاحسن للاحسن للاحسن. خلينا فاهمين الدايت، خلينا نكون عارفين مغزى كل حاجه احنا بنعملها، ما نعملش الحاجات بشكل عشوائي، ما نقلدش يا جماعه، ما ناخدش معلومات غير صحيحه من النت وخلاص علشان توصلنا لحاجه بتضايقنا. شكرا.